السلام الإخوان، تحية لكم. غير باش نوضح واحد المسألة. هذا ماشي لايف، هذا فقط غير يعني ارتسامات على المباراة ديال الجيش اليوم، اللي صراحة شوف، أنا بالنسبة ليا وتنظن بزاف ديال الرجاويين بحالي متنظنش أنهم غاضبين على نتيجة التعادل. بل بالعكس، أننا استطعنا أن ننتزع التعادل من الرباط. كنا في ضيافة الجيش الملكي، والجيش الملكي هو فريق قوي وعنده عناصر قوية وعنده فريق متماسك. اللي كاين هو انه كانوا كيتسناو هذه المباراة باش يقلعوا فيها، لانه داروا واحد المجموعة ديال النتائج السلبية، سكيفي انه كانوا محتاجين لهذه المباراة، محتاجين انهم بطبيعة الحال انهم يحققوا نتيجة ايجابية اللي بداو بها المسار ديالهم، وينسيو فيها هذوك النتائج السلبية اللي كانت عندهم. اللي وقع هو انه لقاو فريق قوي، فريق واقف. صراحة المدرب الشابي، ما عندنا ما نقولوا صراحة، مزيان، مدرب في المستوى. وغنبقى دائما نأكد واحد القضية، أنه التدريب راه صنعة، راه ماشي أي واحد يمكن يكون مدرب، راه صنعة وموهبة أو ميم طون. فتبارك الله عليه، أكد بأنه صنيعي، وأنه كيعرف كيفاش يوقف فرقة، كيعرف كيفاش يسد. اللي بغى اللي كاين اللي غيقول كطبل ولا كذا، لا ما كنطبلش، انا بالعكس كنشهد للسيد شهاده حق انه مدرب في المستوى. مدرب كان خصو يكون معنا من بدايه الموسم، مع الاسف منذ ذهاب زيمباوي. ولكن راك كتشوفوا الناس اللي كانوا كيسيروا كيفاش كانوا كيسيروا لاي اهداف كانوا كيسيروا. فبطبيعه الحال انه وقف الفرقه. شوفوا غير التغييرات. عطيوني دابا شي مدرب انه في الرجاء من مده هذه كيدخل لعاب وكيعاود يخرجوا. علاش؟ لانه في هذيك الوقيته باللي ساخو ما عطاش الاضافه. كان المعموري واخا كان ناقص، المعموري كان حسن منه، كان كيرجع يريكوبيري، كان كيخلق الخطوره. اما ساخو ما كانش نهائيا، ما دخلش في المقابله. فبالنسبه لي لاعب ما دخلش في المقابله بحال لاعب ناقص. اذا شنو دار؟ خرجوا ودخل في بلاصتو سميتو داك اللاعب اللي هو بعدي، وبعدي لاحو اليسر، ودار سميتو، ودخل بالعمري، دخلو كوم دومي ديفونسيف باش حبس ديك ليموراجي. لانه غادي تلاحظوا بانه مورا الدقه 60 تكاو علينا، وكانت هجومات متتاليه ديالهم. وبالتالي انه داك التغيير اللي دار ملي دخل بوده، خرج بيكورو اللي كان صافي الحجره طفات ليه، ما بقى السيد قاد يزيد، وكان كيفقد بزاف ديال لي ديوال عاقبيه. اذا خرجوا، حيد بيكورو، وحيد سميتو ساخو اللي ما عطاش الاضاءه، او حيد المعموري اللي كان تا هو عيا ما بقاش كيعطي، بغى يشونجي هكا، وزاد بوده. هذا هما الحوايج اللي دار زوينين. هذاك التغيير اللي دار غير بوده والمعموري في الوسط، صافي ما بقاش الجيش كطلع، ما بقاش ديك الهجومات، ما بقاش ديك الانسيابيه في الهجومات كيفاش كانوا كيلقاو الوسط خاوي وكذا، وكيصنعوا الخطوره. حاجه اخرى هي غادي نلاحظوا انه كيفاش جيرا لونطري ديال حمودان. انا ملي شفتو جالس بلاصه عرفتو كيوجدوه للدقه 60، وفعلا دقه 63 نوضوه، جابوه للبون توش باش يدخلوه. يعني عارفين انه في هذيك الوقيته المنسوب البدني كيطيح، وبالتالي هو كيدخل فري، هو عنده السرعه، غادي يخلق لك الخطوره، اما يجيب لك شي بيلانتي، اما يماركي لك، اما يعطي شي اسيست تاع البيت. وهذا الشيء اللي حاولوا يخدموا عليه. فتحيه لبولكسوت، كيف ما كان الحال وخا فقد واحد لو ديوال معاه، خسروا معاه، ولكن تلاصق معاه مزيان. وكان حتى الشاب اللي هو مشخشخ تا هو قام بواحد الدور، كان كيريبلي على بولكسوت. وبالتالي انه خنقوه حمودان في ذاك القنت، ما كانش داك حمودان اللي كنعرفو. تحيه الكبيره للحارس الحرار على الماتش الكبير اللي دار. شوف الاخوان، بكل صراحه ما غاش نبداو نطبلوا ونقولوا عندنا فرقه، لا، عندنا نواه ديال فرقه كاينه. عندنا مدرب اللي كيعرف يخلق فرقه، يعرف يوقف فرقه، ويعرف انه يوقفها في التيران. فالحمد لله حنا دابا هادشي اللي بغينا بعدا، غير بعدا تكون عندنا النواه كاينه، ونزيدوا نطعموها بعناصر 3 ولا 4 ولا 5 د العناصر قويه اللي غادي يقوونا في الصيف ان شاء الله. الحمد لله. تنظن انه لقينا المدرب اللي كنقلبوا عليه ديال المرحله بالضبط. كنحيي اللاعبين كاملين على القتاليه ديالهم، ولا الصراحه راه كل شيء عطى الدم ديالو، كل شيء تقاتل. ما عندنا ما نقولوا، بما فيه حتى دوك كانوا ناقصين النجاري ولا كل شيء عطى، كل شيء كيبان لك كيتقاتل، كل شيء باغي يدير النتيجه. ولا واحد القضيه غادي تلاحظوا بانه رغم ان الجيش شاده التيران وشاده وسط التيران، ولكن غتلاحظوا ان باش تعرف الصنعه تاع المدرب، انه اون فوا
سد هذيك الثقبه تاع الوسط ملي دخل بوده وبالعمري الوسط، سد لهم سد هذيك الثقبه ديال الجيش، ما خلاش لهم وسطينات، غير سد هذيك الثقبه، بدا كيلعب لي كونتر اتاك وفعلا استطاع يخلق الخطوره. شفتوا القذفه ديال النفاتي، خرج الجون بصعوبه، يعني بقى كيهاجم حتى لاخر دقيقه، وهادو من المدربين الكبار. فتحيه السي سميتو، ما بغيتش نطول بزاف لانه اللايف غنديرو حتى غدا ان شاء الله، وبالصور، وغادي نناقشوا كاع نناقشوا حتى مسائل اللي هي سلبيه والمسائل الايجابيه بطبيعه الحال، اللي هي شوف مسائل ايجابيه كثيره. الفريق كيبان لك فريق واقف، فكنحيي اللاعبين كاملين وكنشكرهم، والحمد لله الحمد لله. واخا جبنا غير النقطه، المهم انه كاينه امارات ديال الفريق جاي في الطريق، ما ضيعناش الوقت ملي جبنا هذا المدرب، هذا هو المهم، وان شاء الله يكون خير، وغدا نتناقشوا ونفتحوا المجال للاخوان اللي بغى يعبر عن الراي ديالو. مرحبا، تحياتي لكم، دمتم بخير، اللقاء، السلام عليكم، تصبحون على خير.